اهلا بيكم مرة تانية في برنامجكم بره الصندوق في شباب كل يوم. وجينا دلوقتي مع حضراتكم مع رياضة من الرياضات الملفتة للنظر جدا، واللي بقى فيه كتير من الشباب والاطفال بيحبوا الرياضة دي وليهم فيديوهات على السوشيال ميديا، وهي رياضة الباركور. رياضة الباركور من الرياضات المهمة جدا اللي بتعتمد بشكل كبير على عناصر اللياقة البدنية بكل انواعها، وبتعتمد بشكل اكبر على الرشاقة والمرونة، بالإضافة إلى أن الشخص الممارس لرياضة الباركور لازم يكون مؤهل بدنيا من خلال تمرينات دائمة ومستمرة. خلونا نرحب مع ضيف اللي بيشرفنا النهارده في الاستوديو، وهو أحد مؤسسي رياضة الباركور في مصر، كابتن سامح سعيد. ازيك يا كابتن؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ كله تمام الحمد كله لله. تمام. كله حلو. الباركور لعبة سهلة ولا صعبة؟ سهله وصعبه. لا ما تصعبهاش هقول عليا. لك، هي سهله بالتدريب. يعني انت لما بتيجي تتدرب على حاجه مثلا زي حركه زي الباك فليب مثلا في الباركور، الناس تشوفها في البدايه تحس انها خطر شويه او تستسهلها قوي. بتيجي تجرب بتلاقي في البدايه الموضوع صعب شويه. بعد مثلا تمرينه او اتنين بتحس ان انت ممكن تجيبها كويس، في حاله ان انت مؤهل اولا زي ما حضرتك قلت بدنيا كويس من عناصر اللياقه البدنيه، سرعه ومرونه وتحمل وقوه. بتلاقي الموضوع بس ناقصك ان انت جسمك يحفظ التكنيك، يحفظ الاسلوب نفسه، وبالتدريب بيبقى الموضوع سهل. ولكن ان انت تجربه لوحدك لا، نقدر نقول صعب جدا وفي خطورة. ما ينفعش تتمرن. لا لا خالص، ما انما ينفعش في بعض خالص. الحركات ممكن تتمرن فيها بعض لوحدك. الحركات الأساسية ممكن اي حد يقدر يعملها لو هو مؤهل بدنيا، لو هو عنده اللياقة اوريدي. بيبقى تكنيكات سهلة، ممكن اي حد يعملها. بس مثلا بنيجي نتكلم في فليبس او شقلبات او حركات استعراضيه، لا لازم يكون في الاول وسائل امان زي المراتب، السفنجو، زي الصالات عامه بالتجهيزات اللي فيها. ولازم يكون مدرب بيشرح لك الفنيات نفسها، وبيبقى شغال معاك خطوه خطوه لان الحركه بتتجزأ. كويس. هي كلعبه بتعتمد كمان على الجامب. اه الجامب مهم جدا فيها. جدا. في اولاد ما بيبقاش عندهم قدره على ان هم يعملوا جامب كويس. اوكي. هنا او القوه الاندفاعيه بتاعتهم بتبقى مش بتديهم الدفع ان هم يعملوا جامب عادي. اوكي. تتعامل معاهم ازاي؟ اولا بيكون في عوائق مثلا زي الوزن، او بيبقى قله معدل اللياقه، يعني اللياقه بتاعته مش عاليه قوي. فلو وزن زياده مثلا هو اللي بيمنعه، بنبدا نشتغل معاه ببرامج غذائيه وبرامج تدريبيه متخصصه لحد ما يكون هو في الرينج الطبيعي، وبعد كده نبدا نعلي معدل اللياقه. لو هو في المعدل الطبيعي بنبدا نعلي معدل اللياقه على طول. والموضوع ما بياخدش وقت كتير، يعني هو الفتنس عامه بيعلي قوي الجامب، بيعلي التحمل، ان انت تقدر ان انت مثلا، يعني لو بنتكلم على تمرين زي الضغط، حاجة بسيطة خالص اي حد يعرفه. الضغط ده انت بتستخدم وزن جسمك في البداية، ممكن عدات قليلة تتعبك، بعد كده واحدة واحدة بتبص تلاقي العدات بتزيد معاك لو انت مستمر، لو انت ملتزم على التمرين بتاعك. طب ده بيجي ازاي؟ انت العضلات، الأربطة، المفاصل، كل ده التحمل بتاعه بيزيد، القوة بتاعته بتزيد. فمع الوقت الموضوع بيتطور. ده على مثلا لو بنتكلم على الجامب، او بنتكلم على مثلا فلكسبيليتي مرونه، او بنتكلم على اللاندنج كمان مهم جدا، ازاي ان انت بتستقبل الارض من اي حركه انت بتعملها. ده برضو بيتطلب ان انت تكون مؤهل برضو يعني ليها تدريباتها خاصه. طبعا ده طبعا. فكره التعامل مع الارض دي ليها تدريبات بالظبط عشان ما يحصلكش اي كسر بالظبط. بس لاعبي الباركور من اكتر اللاعبين المعرضين للاصابات. وبالذات احنا بقى الناس القدام، ليه؟ علشان احنا في البدايه ما كانش فيه مرجعيه، يعني احنا اول ناس بدأنا، لا كان في الادوات ولا الصالات ولا الامكانيات اللي موجوده حاليا، اللي احنا شقينا كتير عشان نوصل ان هي تبقى موجوده، ولا كان في الناس اللي قبلنا تنقل لنا الخبره. يعني احنا كنا اول ناس بنجرب، بنتواصل مع ناس بره مصر، كلنا كنا مجموعه، يعني كنا ناس مجتهدين جدا وكنا ناس جميله جدا الصراحه، كان فريق جميل زمان يعني. زمان. ما هو الكوميونتي للاسف يعني حصل فيه انفصالات كتير، يعني بقى كويس. الموضوع فردي قوي دلوقتي، يعني طيب مجتمع الباركور فردي حاليا. نقدر نقول نبدأ الباركور عند كام سنة؟ من 7 سنين، وفي حالات بتبقى اقل
على حسب، بتبقى فروق فرديه، بس هو مينلي من 7 سنين. هل الباركور نقدر نقول انه رياضة قريبة من رياضة الجمباز؟ اه، فيها جزء كبير من الجمباز. الجانب الاستعراضي في الباركور ان هو الباركور مش بس باركور، هو في حاجه اسمها باركور وفري راننج. فري ها. راننج يعني احنا مش شبه كبير جدا مع الجمباز، ولكن فرق الستايل وفرق الكونسبت والفلسفه نفسها والمهارة. والمهاره. اه. لان انا مش بعمل الحركه بتكنيك معين ثابت والمفروض ان انا اقيم عليه، لا ده انا بعملها بالستايل اللي انا عايزه. يعني افرد رجلي، افرد ايدي، احط ايدي ورا دماغي وانا بتشقلب، مش موجوده في الجمباز الحاجات دي. ده ها. غير ان احنا شغلنا مينلي على الارض في الشارع، مش مثلا زي الجمباز بطوله وصاله فاحنا مختلفين في حاجات والتكنيك نفسه او الحركه نفسها طيب، في شبه يعني. عارف في بعض الالعاب الرياضيه لما تيجي تلعبها بيبقوا عندهم في اللبس بتاعهم عوامل امن وسلامه. يعني مثلا في الملاكمه في جامب بيتلبس بالظبط. او في هيد جارد، والامور دي كلها كنوع من قواقي. بالظبط. كويس. في بعض الالعاب المنازلات كلها، التايكوندو، الكاراتيه، الجودو، بيبقى في بعض الامور كده اللي فيها نوع من الحمايه النسبيه. مظبوط. هل الباركور ليها ادوات حمايه ولا لا، هي ملهاش؟ ليها هي بس ليها هي ليها بس ما بنستخدمهاش. ما بنستخدمهاش في الفاينل ريزلت. يعني مثلا احنا اصل انا في الاخر بستعرض امكانياتي. يعني انا في اخر حاجه بصورها او اخر حاجه بعملها كشو كفيديو كايا كان اللي بعمله، حتى بيني وبين نفسي مش هعرض ده لحد. فانا بستعرض تمكني من الحركه. ده بعد ايه؟ بعد ما بكون عملت ده زي ما بقول لحضرتك في الاول في صاله على وسائل حمايه ووسائل امان ومراتب ايوه، اللي هي مراحل التأهيل والتدريب بالظبط. ديت. فانا اتقنت الحركه. فهي الباركور لاعب الباركور عامه هو عاشق للمغامره، عاشق للخطر. يعني مش للخطر نفسه بس، هو دايما بيصطدم بالليميت بتاعه. يعني هو اي لاعب باركور بيحب الباركور وشغوف اها. بيصطدم بالليميت. اه، بس انت قلت لي ان في عوامل امن وسلامه في اللبس. اه. زي ايه؟ بيكون الركبه مثلا، بيكون الكوع. ها. ده في حاجات مثلا لو بنعمل حاجه ستانت عالي، يعني مثلا حاجه فيها هاي ريسك قوي، وبيكون مثلا مطلوب مني ان انا اعمل صدمة، اعمل خبطة، وقعة. تمام. ده بيبقى في مشاهد الاكشن اكتر يعني. تمام. انما احنا كلاعبين باركور وناس رياضيين بنلعب اللعبة دي، هي مبدئيا هي رياضة من اخطر الرياضات على مستوى العالم، عشان برضو نكون متفقين والناس تبقى عارفة. فما حدش يجرب ده مع نفسه، لان النقطة دي تحذير مهم يعني. انت بعد ما بتتمرن فترة وبتتمكن من الحركة، انت ما بتبقاش محتاج وسائل حماية، لان هي ممكن اصلا تلخبطك. طب خلينا نروح لجزئين. انت عارف كل لعبه رياضيه بيبقى ليها مجموعه عضلات بتهتم ان هي قوية. تمام. الباركور من الرياضات اللي عايزه كل عضلات الجسم بلا استثناء مظبوط. يتم تقويتها وتأهيلها. حرفيا. معنى كده ان الباركور ليها برنامج رياضي داخل الجيم، او برنامج رياضي في التعامل مع ليها الاثقال. فتنس خاص بيها فعلا، ليها برامج خاصة بيها، مش امم. اي فتنس بيتعمل. لان انا مفاصل صوابع ايدي محتاجة تكون جاهزة. مش هقول لحضرتك الانكل والريست والقطنية والكتف والكوع. امم. الصباعي ده يعني المفصل ده لازم يكون جاهز، عشان انا بتعامل مع الارض، بتعامل مع صدمات، بتعامل مع حيطة، بتعامل مع سور عالي. فلازم كل حاجة جاهزة قبل ما ابدأ، جاهزة كتدريب في مراحل، وجاهزة تسخين قبل ما باجي اعمل حركة. امم. طبعا برامج متخصصة، لان بنحتاج تفاصيل. يعني احنا بنحتاج نمرن تفاصيل معينة زي مفاصل معينة وأربطة معينة، لازم امسك ايوه، بس تفصيلة انتوا تفصيلة انتوا يعني. بتقولوا ان كنتوا اللي جربتوا مع نفسكم عشان توصلوا للعبة ديت هو في البداية. في البداية. مم. ايوه، بس معنى كده بس ان كان في مرجع للأمانة، اللي هو. كان كابتن ناصر ربنا يبارك له. يعني ده الأب ها. الروحي للباركور في مصر، ده اللي كان مجمعنا كلنا، وهو أصلا خريج تربية رياضية. ها. كان عنده الفنيات، وكان بيجيب لنا الماتيريال كمان من بره، وكان بيساعدنا كتير. كلنا كنا تيم واحد. الراجل ده ها. لازم نشكره يعني. كويس. فكان في مرجع، بس المرجع هو نفسه برضو كان كلنا بناخد التجربة مع بعض لأول مرة كلنا.
كويس. فكان المرجع انما شويه من محدش فيكم الجمباز. خد مثلا دورة تدريبية دولية مثلا بعد من فتره اي بقى، بره، من اي دولة بره بعد فتره. متخصصة او ناجحة في لعبة الباركور؟ عايز اقول لحضرتك على حاجه، قول. احنا كان مستوانا عالمي في الاول، يعني احنا كان بيجي لنا ناس من اوروبا تعمل معانا ايفنتات هنا ها. ويصوروا معانا. ده كتير، وكانوا ناس من اتقل الناس في المجال في العالم ها. جم مصر كذا مره، حتى لحد قريب في مسابقات بتتعمل وناس بتيجي من بره مصر. يعني احنا مستوانا هنا مش وحش، مش محتاجين نطلع بره نتعلم حاجه، لا. هو ها. بس الفكره في ان احنا ننظم نفسنا تاني انا مش يعني. بتكلم عن مستوى، انا بتكلم على فن التدريب. لان تمام. التدريب فن. مظبوط. حتى لو هنا في مدربين ناجحين في كرة القدم واسمائهم كبيرة، بيخرجوا ياخدوا دورات بره، يشوفوا مظبوط. الفكر اللي بره مظبوط. فده مش عيب لا ان ده طبعا، لا يحصل. لا لا طبعا، بس تبادل ده اللي خبرات انا وتبادل معلومه ده عمره ما يكون حاجه ده وحشه، اللي انا بالعكس. بتكلم اه. فيه. يعني هل اجتهدتوا في الجزئية دي ولا لسه ما اتحركتوش فيها؟ لا حصل، بس مش بالنسبة اللي تستاهل، يعني مش ها. بالنسبة اللي المفروض تكون عليها. كويس. بصراحة يعني التواصل مع بره وهنا مش بالقوة المطلوبة. كويس. غالبية لاعبي الباركور كلهم من الولاد، مش البنات بيبقوا قليلين. لا، ظهر الفترة الأخيرة كان موهبة كويسة ايوه، أوي. بس عددهم قليل بالنسبة قليل جدا، للولاد. السبب في كده ايه؟ المتطلبات. الباركور زي ما بنقول رياضة خطر، ورياضة ليها متطلبات بدنية عالية، فطبيعي ان الولد يكون متفوق شوية في الناحية دي عن البنت. فلما بيظهر بنت عندها الكفاءة مهارات. بالظبط مم. الفاونديشن نفسه، ان هي عندها القابلية، الاساسات نفسها، مم. ان هي قابلة ان هي تطور نفسها من حتة مرونة، من حتة قوة تحمل، لان بنتكلم في صدمات، بنتكلم باركور مش سهل قوي يعني. كويس. فلا، في كام حد طلع كويس جدا الفترة الأخيرة يعني. كويس. هل في بطولات بتعمل الباركور في بتيجي مصر؟ من بره، وأنا بسعى حاليا إن شاء الله إن إحنا نجهز حاجة هنا بتاعتنا من أولها لآخرها بإذن الله. كويس. يعني انت حاجة لرياضة الباركور لرياضة محلية الباركور. ولا على مستوى أكبر شوية؟ يعني ممكن نبتدي محلي وبعد كده نبقى دولي، ها. ولو الظروف خدمت وربنا أراد هنبقى دولي إنما ما يعني. سافرتوش مثلا بره مصر تشاركوا في أي بطولة خارجية؟ رحنا زمان من فترة كبيرة أربس جوت تالنت مرتين، ها. رحنا عرض في أسبانيا. بس يعني ده مؤخرا هل يعني. الباركور نقدر نقول إن هي لعبة استعراضية قبل ما تكون أي حاجة تانية؟ استخدامها ملهاش استخدام فعلي لحد، يعني مثلا الفنون القتالية لو هنقارنها، الفنون القتالية دفاع عن النفس، فانت ممكن تتعرض في موقف للشارع وهكذا. انما الباركور لا، هو يتصنف استعراضي فعلا لانه ملوش استخدام يعني. هو رياضة، مهارات، اي حد بيمارسها بيكون مستمتع ان هو بيعملها، ولكن ملهاش استخدام، فنقدر نحطها استعراضية يعني. أصعب حاجة في الباركور إيه؟ أصعب حاجة في الباركور التحدي النفسي. ها. تحديك مع نفسك. من الناحية النفسية كمان، تمام. لأن أنت دايما في كل حركة، لو أنت الحركة جديدة عليك فأنت بيبقى فيه سنة خوف كده، مش سهلة خالص. مم. فهي دي مقومات برضو الموضوع، مش بس بدني، مش بس جسمك. في مم. حتة كده أنت ممكن تكون قادر تعمل الحركة وكله تمام وجسمك مؤهل، بس قلقان، خايف. تمام. فده هل عامل نفسي. انت عارف برضو في بعض الرياضات بيبقى ليها تغذية خاصة بيها، مم. فهل الباركور ليها نوعيات غذاء معينة خاصة بيه؟ لا، هو احنا كرياضيين بنتعامل، ناكل كل حاجة؟ بناكل كل حاجة، وعلى حسب بقى كل حالة يعني. ها. كل لاعب او كل لاعب بيبقى ليه متطلبات خاصة، لو هو محتاج برنامج خاص، او مم. لو هو تمام الستاندر تمام، بيبدأ ان هو يطور نفسه على حسب برضه هو عايز يروح فين او ايه مم. مناسب ليه. بس احنا مش ممنوعين من حاجة، مش مركزين على حاجة معينة يعني. مم. طيب. انت عارف بيبقى في بعض الشباب مهتمين ان هم يتابعوا الفيديوز اللي موجودة على اليوتيوب، اوكي. وفي بعض بيدي بعض التدريبات خاصة من خلال الفيديوهات دي. هل انت تؤيد فكرة الفيديوهات ديت ولا لا؟ مش كلها، زي ما قلنا في البداية، في بعض الفنيات ممكن الناس تقدر ان هي تتعلمها لوحدها، مم. وفي فنيات تانية ما ينفعش، خطر، لازم حد ماسكك يعني. الموضوع بيبقى فيه سبورت دايركت، يعني لازم اشيل اللاعب واحركه في البداية وامنه
بحيث ان هو لو وقع الحقه. مم. فدي لوحده يعني، تخيل حد بيتشقلب في جزء من الثانيه، بيلف راسه تحت ورجله فوق لاول مره في حياته، وبيبقى مطلوب منه ينزل على رجله تاني مش على دماغه. مم. فلازم مرتبه عشان لو حصل اي حاجه، او زي وحد ماسكه الجمباز. زي الجمباز. احنا بنلاحظ ده في الجمباز، بيبقى المدرب اللعيب بيلعب في بطولة عالمية، لكن في لحظة معينة ممكن تلاقي المدرب موجود. لازم. ممكن وبيوجه، وهو محترف ويمكن آه. واخد ميداليات ذهب كمان، وتلاقي مم. مع المدرب وبيوجه طبيعي. لاعب الباركور يوصل ان هو يكون لاعب متميز عند سن كام سنة؟ يحكمها الفروق الفردية. في ناس بمجرد ما بتبدأ بعد سنة سنتين وبيكونوا صغيرين في السن وبيعملوا مستوى حلو جدا ها. جدا. وفي ناس بتقعد بالأربع خمس سنين مستواها يعتبر شبه ثابت. هي لعبة فردية بحتة. ما انا عارف. فالموضوع بيتحدد بناء على كل لاعب لوحده. بس ما تحطلهاش قوانين للعبة ديت. لا، ومش هتحط لها، صعب، لان هي فلسفتها حريه مطلقه يعني. انت بس خد بالك، ما هي الجمباز مثلا عندك احنا تقريبا خلاص دخلنا في الجمباز اتحاد الارضي. الجمباز يعني. ما ايوه، ما أنا بقول لك الجمباز الارضي مثلا. محكوم بقوانين انت ونقط انت في كل مهارة او كل حاجة ليها بوينتس، بالظبط. ليها مم. يعني ما انا نقاط ما اعرفش معينة. ازاي احنا والجمباز نبقى اتحاد واحد بصراحه، بس هو ليه الموضوع عالمي. ليه انت شايفه ما ينفعش؟ الفلسفه مختلفه تماما تماما. ازاي؟ يعني انا واحد بلعب في الشارع، بلعب فوق عماره، بلعب في رمله، بلعب في زرع. بعمل الحركه زي ما نفسي طب ما هو ممكن يعني. ده يتحدد ان احنا نعمل الزرع، وممكن نعمل الشجر، وممكن نعمل الجبل في تمام. جوه صالة، ونشوف المهارات بتاعت الشباب هتوصل حولتني ده. بقى انت، يعني هنا انت حولتني من حاجه لحاجه تانية. ليه؟ ما هو هنا ده برضو نوع من التقييم، نشوف هل انت هتمتلك المهارات ولا لا انك تحقق نتيجة معينة. انت معترض ليه على جزئية زي دي؟ ده لان هو بالعكس. المفروض ان هو حاجه كيان منفصل، يعني هو كيان مستقل في حد ذاته. الباركور رياضه مستقله هي انت مش. انت شايف انه يبقى له اتحاد لوحده يعني؟ هو الموضوع ده كان دي وجهه نظر شخصيه، ولكن هي يعني الموضوع عالمي يعني. هو على مستوى العالم الجمباز ادرجه تحتيه، خلاص، ده فخلاص على مستوى ما العالم. هنعمل ايه. هنعمل ايه، ما باليد حيله يعني. ها. انما لسه ما بقاش ليه بطولات خاصة. بيكون ليه بطولات بس بتبقى شركات خاصة هي اللي بتعملها، مش بطولة انما رسمية. تبع لا الاتحادات لا لا، مفيش مفيش حاجة بطولات. تبع الاتحاد. كويس. ولا انتوا فكرتوا ان كنتوا تعملوا خطة لبطولة معينة قبل او كورونا كنت مشروع؟ ماشي في الموضوع ده بشكل قوي جدا، وكنت خلاص يعني مواضيع وتواصلنا مع ناس مع وزارة الشباب والرياضة. طب وايه المانع ان ده يتم دلوقتي، ما دام في لاعبين موجودين وفي منافسين ممكن يكونوا موجودين؟ ايه المانع؟ ما انا شغال على الموضوع حاليا والله، مم. يعني الله المستعان. ان شاء الله نعمل حاجة كويسة قريب ونيجي نعلن عنها هنا برضه. باذن ان الله، شاء الله. باذن الله. طيب، فكرة المدرب او سين من الناس يصلح ان هو يكون مدرب، مم. على اي اساس بنقول ان ده يصلح ان هو يكون مدرب؟ أم، اولا المعرفه الفنيه. ثانيا الناحيه التربويه نفسها والاخلاقيه. ده انا اعتقد ان ده اولا، يعني لازم يكون هو اخلاقيا حد كويس، علشان هو بيكون قدوه. وبعد كده فنيا يكون فاهم كويس هو بيشرح ايه، فاهم ابعاده، فاهم تفاصيله، بحيث ان في لاعب هيغلط غلطه غير اللاعب التاني، في لاعب محتاج حاجه غير اللاعب التاني، فلازم يكون فاهم، عنده نوليدج كويسه، مم. معرفه. مم. في عوامل تانية زي يعني دول أهم عاملين. طريقة توصيل المعلومة بقى، إن أنت تكون بتعرف تشرح. يعني في ناس مستوى كويس كلاعب بس ما يعرفش يدرب. في واحد مستوى كويس كلاعب بس ما عندوش، يعني هو جاي معاه موضوع موهبة مم. بس مش فاهم هو بيعمل ايه، يعني ما يقدرش يتصرف في موقف معين مع لاعب. ما فكرتوش تعملوا تشانل على اليوتيوب تشرحوا فيها الباركور، وتشرحوا اساسيات الباركور والامور دي كلها؟ في تشانل بتاعتي على اليوتيوب، مم. سامح شمس الدين. بيبقى عليها فيديوهات بنشرح فيها، ولقاءات زي دلوقتي كده بنشرح فيها ايه هو الباركور وايه هي الفنيات بتاعته. مم. ده انا اكتر من 13 14 سنة بحاول اعمل ده. مين اللي بينصح ان اللاعب يلعب باركور، اللاعب نفسه ولا الاب والام؟ نادرا لما بنلاقي اب وام بيدعموا ابنهم في اللعبة دي ها. حقيقة.
لان هم طبيعي، يعني هو قلق وخوف طبيعي جدا وفطري، ان هو خايف على ابنه او بنته السن الصغير ان هو يحصل له اصابة او حاجة. بيطمن لما بيلاقي مدرب فاهم، ماشي معاه خطوات محسوبة، ادوات امان وادوات حماية، وفي زيه اطفال بيلعبوا، بيبقى الموضوع بعد كده اسهل شوية. ها. ولكن مؤخرا يعني ده الشائع مؤخرا بقى يعني حالات فردية كده جميلة، يعني تلاقي الاب بيروح هو وابنه يتمرنوا مع بعض ها. وبيدعموا وبيصوروا، ويعني في حاجات جميلة بدأت تظهر لأن الموضوع بدأ ينتشر شوية. تيك توك نشر لنا الموضوع شوية حلوين يعني. ها. ها. فبقى لا، في انجذاب، بقت الأطفال أكتر هي اللي عايزة، فأولياء الأمور بيحسوا إن حاجة مميزة ممكن ابني يستفيد، بس بيبقى جواه خوف في البداية بيعدي. ما هو جواه خوف، لازم يبقى جواه خوف من كم لازم يكون الإصابات جواه اللي خوف. موجودة فيها. هي رياضة خطر، هي اللعبة رياضة إصاباتها اكستريم. كتير جدا مش يعني. اصاباتها كتير، هي خطر. بس ها. الاصابات دي، خلينا نتكلم في نقطة الاصابات. يعني هي الاصابة بتيجي من تهور او عدم جاهزية، يعني ما اتقنتش الحركة بالشكل المطلوب او بالدرجة المطلوبة، فانت مش متقن، فانت ممكن تتردد في جزء من الثانية تقع وانت تمام جاهز. ها. وممكن تكون ما ترددتش بس انت مش جاهز. وممكن يكون الموضوع تهور، ان انت هو في الاول والاخر تهور يعني طب انت. ممكن نقول إن رياضة الباركور ممكن تكون بداية أو لعبة تأهيلية لممارسة لعبة رياضية أخرى؟ ليفل صعوبة وخطورة، مركز تاني تالت على مستوى العالم، فما دون ذلك تحتها بجد يعني. كابتن سامح سعيد، أحد مؤسسي لعبة الباركور، شرفتني انا اتشرف ليا يا ونورتني فندم، انا وسعدت بوجودك وأتمنى لك التوفيق. الله يخليك، شكرا متشكر جدا جدا، كابتن، متشكر. شكرا ليك. في نهاية اللقاء بنقول لكل الشباب اللي بتتابعنا، لعبة الباركور من الألعاب المميزة جدا، بس خد بالك إنك أنت لما تيجي تلعب اللعبة دي لازم تكون مؤهل بدنيا بشكل كويس جدا، وتكون تحت رؤية مدرب. ما يبقاش الموضوع اجتهادي، لأن ممكن تصيب نفسك أو تعرض نفسك للإصابة. انتظرونا في حلقات قادمة من برنامجكم بره الصندوق في شباب كل يوم. بقول لكل السادة المشاهدين، السلام عليكم.